مساء الخير. هنبدأ النهاردة نحلل الدفعة الأخيرة من الأسهم اللي الناس بعتتها لي وعايزين يعرفوا التحليل بتاعها. فهنبدأ ب CIB أول واحد كده نبص عليه، نفتح الفيلم الكبير عشان نعرف الاتجاه العام أو الوضع العام. طيب الوضع العام كده مبدئيا هو صاعد، ولكن طبقا طبعا للتحليل الفني مفيش صعود بيفضل مستمر على طول، فهنخش في الفريمات اللي أصغر شوية. طيب خلال الأيام الجاية هيحصل عندي في CIB هبوط، ده واضح جدا عندي اهو. خلينا نفتح فريم الساعة، هنلاقي عندنا قناة صاعدة اهي. القناة دي اتكسرت هنا، كان طبعا عندي واضح الصعود اهو، الزجزاج اللي احنا دايما بنتكلم عليه، وبعد كده مشي في منطقة عرضية، بعد كده بدأ يكسر المنطقة العرضية وعندي شمعة بيع قوية. ممكن يحصل تصحيح خفيف شوية كده لفوق، اللي هو إعادة اختبار المنطقة اللي هو كسرها، اللي هي المنطقة دي كده. فممكن السعر يعمل إعادة اختبار بسيط، وبعد كده ممكن يكمل نزول. طيب نزوله ممكن يكون فين؟ المتوقع مبدئيا نفس المسافة دي، ده المتوقع مبدئي عندي ان هو ينزل المسافة دي، يعني قد يصل لسعر 82.5 تقريبا كهبوط. على المدى البعيد هو سهم جيد، ولكن هو في الفترة القريبة دي غالبا هيحصل شوية هبوط. ده بالنسبة لسي اي بي. طيب نخش في السهم اللي بعده، العربية للاستثمار. هنفتح الفيلم الكبير وناخد فكرة عامة. كالعادة السهم ده من الأسهم الكويسة جدا على المدى البعيد، من الأسهم الكويسة على المدى البعيد مبدئيا، وعلى المدى القريب. هو في المدى القريب بتاعي أنا صاعد، ده القناة بتاعتي هي الصاعدة اللي هو ماشي جواه. ممكن خلال اليومين الجايين يبقى هبوط خفيف قوي وبعد كده يرجع يعمل صعود. هنتأكد منين ان هو صعود للناس اللي لسه عايزة تدخل؟ بصوا كده عندي، هو كان عندي اهي قمة وقاع وقمة، بعد كده القاع ده اتكسر، فوارد يحصل التصحيح خفيف كده ويكمل هبوط. بعد بقى القناة دي ما تخلص، شايفين القناة دي؟ بعد ما السعر يخرج براها نبدأ ان احنا نقول ان احنا نشتري للناس اللي لسه هتدخل، واللي شاري خليه شاري. المنظر العام كويس، وكاستثمار وكمضاربة هو كويس جدا. طيب نخش في اللي بعده، العز بولسرين. يعني انا شايف ان هو ممكن يعمل ريتريسمنت او تصحيح الفترة الجاية، ممكن يعمل تصحيح وممكن يكمل. هو في منطقة كده، يا يكمل لحد فوق وينزل للأول، يا إما هينزل على طول. ده اللي يحدده مين؟ الفريم الصغير. الفريم الصغير بيقول لي إن أنا لسه صاعد. لو جينا فتحنا أهو على الديلي، على الفريم اليومي، هتلاقي ان انا لسه صاعد. فهو حتى الان مفيش اي اشاره انعكاسيه تقول لي ان السهم ده هيهبط، ولكن في عندي اشاره تصحيحيه صغيره، يعني ممكن يحصل هبوط بسيط في المنطقه دي، ولكن عموما صاعد. نبدا نقلق امتى؟ لو كسر القاعده، لو كسر سعر 16 تبدا تقلق انه ممكن يهبط حبه حلوين لحد ما يوصل لحد القناه دي او ارضيه القناه دي. لكن في الوضع الحالي هو لسه صاعد. اللي عايز يشتري يشتري امتى؟ تستنى اما الهبوط اللي بيحصل ده يخلص. يعني بص، في عندك هبوط اهو، شايف الهبوط ده؟ لما الهبوط ده يخلص خش شراء. انت عندك زجزاج اهو حاصل، هبوط صعود هبوط صعود، وهتلاقي فيه هبوط هنا. عموما اول ما يحصل الهبوط ده يبدأ يخلص ويخرج بره القناة وتتأكد انه خرج بشمعة كويسة، ده هيكون كويس للشراء. واللي شاري يخليه شاري. هو عموما كويس ك كسهم على المدى البعيد، كويس على المدى البعيد، لكن القلق كله بس ان يحصل شوية تصحيح او انه ينزل حبة، لكن هو على المدى البعيد هو كويس. طيب نشوف اللي بعده. على المدى العام صاعد، وعلى الفريم الصغير كمان صاعد. ده كويس جدا كمضاربة وكويس كاستثمار برضه. هو سهم كويس، يعني لو دخلت انت على الساعة كده
هتلاقيه خلاص هو هيبدأ لك رحلة هبوط اهو. بص هنا في قناة اهي صغيرة اهي. خلينا نفتح فريم أصغر شوية عشان تشوفوا فكرة كسر القنوات اللي أنا بتكلم فيها. بص كده، دي فكرة كسر القنوات. عندك نازل صاعد نازل صاعد نازل صاعد نازل صاعد، بعد كده بدأ يكسر المنطقة دي، بدأ يكسر المنطقة دي. ادي واحد اتنين. لو جينا رسمنا هنا قناة اهي على كل القمم والقيعان اللي قدامنا دول، هتلاقيه كسرها شمعة شراء قوية. فهو كويس جدا. ممكن اللي يشتري دلوقتي يحصل عنده ريتريسمنت او تصحيح بسيط، ينزل حبة حلوين يعني لحد هنا حاجة بسيطة ولا بتاع، لكن ده طبيعي. هو في الإجمالي هتلاقيه صاعد. فالسهم ده حلو جدا زي ما قلنا. طيب النصر للأعمال المدنية، برضو من الحاجات اللي كويسة، بس هيحصل فيها تصحيح بسيط الفترة الجاية. هيحصل عندي هبوط بسيط عشان يرتد لحد القناة دي. شايفين القناة دي؟ السعر هيرتد لها الأول قبل ما يكمل صعود، وهنتأكد من ده من الفريم الصغير. مش واضح عندي قوي. هو عندي فيه اهو، كان فيه، بص كان فيه عندي دبل توب اهو، قمتين واتكسروا، بعد كده رجع صحح ونزل. فهنفتح الفريم الأصغر عشان الدنيا تبان أكتر الوضع هيبقى ماشي في سياق عامل ازاي. بص يا سيدي، لو عندك السعر كسر من المنطقة دي يبقى غالبا هيصعد، فانت في منطقة محيرة شوية، لكن انا ترجيحي ليه انه هيهبط الفترة الجاية. فخلينا نحطها كده عشان الناس اللي هتشوف الفيديوهات دي بعدين نوريهم ان احنا كنا محددين ان هو غالبا هيهبط شوية. ممكن يهبط لحد هنا ويكمل صعود. المهم عندي لما يخرج بره القناة اللي هو راسمها لي دي، اول ما السعر يخرج بره القناة دي اوضحها كده. اول ما السعر ايا كان بقى المنطقة اللي هيخرج فيها يخرج بره القناة دي، فتبدأ ان انت تقول يا صعود خلاص. شرحنا برنامج تريدنج فيو اللي احنا بنحلل عليه ده قبل كده في فيديو قديم، تقدروا ترجعوا له. طيب نخش في اللي بعده. بي اي جي بي. في عندي احتمال ريتريسمنت او احتمال تصحيح لهبوط الفترة الجاية. في احتمال تصحيح هبوط الفترة الجاية، خصوصا لو كسر القاع اللي هو عند سعر 1.8. عند 1.8 ده لو كسره فالهبوط هيبقى مؤكد معايا الفترة اللي جاية. انا مش بقول لك تشتري او تبيع للمرة المليون، انا بديك تحليل وجهة نظري التحليلية في السوق اللي قدامي. طيب نرسم له قناة اهو. ادي القناة اللي السعر ماشي على اساسها. ممكن طبعا احيانا السعر بيخترق القناة لصعود، ممكن احيانا السعر بيخترق القناه للصعود بالمنظر ده لان الاتجاه العام الصاعد اقوى عندي، ده طبيعي. لكن اللي يهمني ان هو ما يكسرش الهبوط. لو كسر المنطقه دي ابدا يقلق، وخصوصا لو خرج بره القناه ساعتها تبدا ان انت تقول هيحصل فتره هبوط. احنا كنا محللينه من فتره طويله وقلنا ان بيلتون كويس. هو دلوقتي انا بالنسبه لي هو استوى، وقلنا ان هو حتى لو هيعكس معايا لازم هيطلع لفوق الاول بعد كده يكسر، وهو ماشي جوه قناه لازم هيطلع لفوق بعد كده يكسر. فانا عندي صعوده حلو قوي يعني ما ده مش سهم يتباع، ده كمضاربه وكاستثمار هو كويس جدا 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 معاه، كويس جدا جدا معاه. ودي منطقه حلوه قوي للشراء في بيلتون. هتلاقي عندك هدفين. لو عايز هدف اول هيبقى عند سعر 4، وهدف تاني هيبقى عند سعر 5. دول هدفين كويسين جدا. فهو استثمار ومضاربة. هو كمدى بعيد وقريب هو كويس يعني، هو كويس جدا. ده صاعد، ده صاعد مدى بعيد وقريب، ده صاعد. هنتأكد بس من حتة قريب دي لا يكون في عندي حتة تصحيح من المنطقة دي تقلق. لا لا، ده صاعد بنسبة كبيرة قوي. مجرد ما يكسر لك 2 4 4 دي انت في ده هيعدي يعني.
ده كويس جدا. طيب اخر حاجة معانا في لستة التحليلات الاسماعيلية للدواجن، هنفتح الفريم الصغير، عامل علم اهو، ادي العلم. بمجرد كسر العلم ده انت في صعود قوي جدا جدا، انت في صعود قوي جدا جدا، لان دي قناة كبيرة زي ما انت شايف كده، دي قناة كبيرة اهي عشان تبقى واضحة للناس. فهو في منطقة حلوة كاستثمار وكمضاربة، بس اللي عايز يخش مضاربة هيستنى لما اخر قمة عندي دي تتكسر. يعني شايف القمة دي كده، لما يكسر لك سعر 12 30 مثلا ابدأ اشتري، ده اللي عايز يخش مضاربة. مستعجل وكده، مع اني ما بفضلش الطريقة دي، هتستنى لما يكسر لك القناة دي، هتستنى لما يخرج لك، اول ما يخرج بره القناة دي تقدر ان انت تشتري. انا ما بفضلش الطريقة دي، بس يعني ده لو انت يعني مستعجل حبتين، لكن هو سهم جيد جدا جدا، ما تقلقش منه على المدى البعيد والمدى القريب. دي كده اخر حاجة معانا النهاردة في القائمة بتاعة التحليلات اللي الناس طالباها. والفترة الجاية ان شاء الله هنهتم اكتر بان احنا ننزل استراتيجيات للناس انها تقدر تضارب، ونبدأ نتكلم شوية في التحليل الفني، ازاي الناس تقدر تحلل نفسها فنيا. وهنحاول ان احنا نشرح شرح وافي اكتر لبرنامج تريدنج فيو اللي احنا بنحلل عليه في فيديو منفصل. تابع البلاي ليست الموجوده على القناه، لان احنا عاملين 3 بلاي ليست كل واحده منفصله، واحده خاصه بالفرص الشرائيه اللي قدامنا زي المنظر اللي قدامنا ده واسئله الناس، وواحده خاصه بتعليم التحليل الفني، وواحده خاصه الاستراتيجيات اللي احنا هننزلها على نفس القناه اللي احنا عليها دلوقتي. فتقدر ان انت تتابع البلاي ليست حسب البلاي ليست اللي انت عايزها، او لو حابب ان انت تتابعهم كلهم شاكر جدا ليك. عايزين تفاعل بعد اذنكم يا جماعه، عايزين دوسة لايك زي ما قلت قبل كده، مش هتأثر معاك في اي حاجه، ولكنها بتبقى اقل دعم تقدر ان انت تقدمه للقناه. شاكر جدا ليكم.